أهلا بكم إلى فيديو جديد. كشفت وثائق سرية حصلت عليها منظمة بيج براذر ووتش أن الحكومة البريطانية منذ 15 عام تستعمل تقنية مسح الوجوه أو التعرف على الوجوه عبر كاميرات سرية في المطارات، ويلزم الركاب الداخلية بالخضوع لفحص ويتم التعرف على هويتهم. بالتالي عندما يأتي المسافر إلى المطار ويستغرب أن موظف الجمارك أو موظف الهجرة يناديه ويقول له انه هذه يعني بشكل عشوائي احنا تم اختيارك، لا، هذه عبر تعرف على وجهه ويكون هناك عندهم بعض الشكوك. هذه صحيفة التلغراف قالت انه تم الكشف ان المطارات البريطانية كلها تستعمل هذه التقنية، وهذه الاوامر السرية صادرة عن وزارة الداخلية منذ فترة طويلة، وهي تقوم بالتعرف على هوية المسافرين. المنظمة تقول انه هذه الإجراءات السرية هي انتهاك لخصوصية المسافرين، وهي يعني تكشف أن هناك بعض الإجراءات تتخذها وزارة الداخلية دون أن يتم كشفها للجمهور.